السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا ريفيرو يقترب من الأهلي وزيزو يشتعل في صفقة القرن والثورة تبدأ. تعرف على التفاصيل الكاملة. يا أهلا وسهلا بكم يا أهلوية في حلقة جديدة قوية جدا من قناتكم إن سبورتس، اللي دايما بنوعدكم فيها بإننا نوصل لكم كل جديد وبشكل مفصل ومباشر. في الفيديو ده هنغطي مع بعض مجموعة من الأخبار النارية اللي بتخص النادي الأهلي واللي حصلت خلال الساعات القليلة اللي فاتت، وهنجاوب على كل التساؤلات اللي بتدور في دماغ جمهور الأهلي العظيم. النهاردة هنتكلم عن 6 محاور رئيسية. 1. المدرب الأسباني خوسيه ريفيرو على أعتاب القلعة الحمراء. مين هو ريفيرو وإيه تفاصيل طاقمه المعاون؟ تفاصيل صفقة انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، هل فعلا الصفقة خلصت وإزاي؟ أول قرار فني حاسم من ريفيرو قبل كأس العالم للأندية ومصير الجبهة اليسرى مع ريفيرو. الأسماء المرشحة للرحيل من الأهلي في الثورة الفنية الجديدة. 5. الصفقات إلى الأهلي تعاقد معها رسميا أسماء من العيار التقيل. 6. تحليل شامل لمستقبل الفريق بعد تغيرات دي، وهل الأهلي داخل على موسم استثنائي ولا لا؟ وقبل ما نبدأ في التفاصيل خلونا نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وما تنساش تنزل دلوقتي حالا تعمل اللايك الجميل للفيديو ده. احنا مستهدفين نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك وانتوا قدها ان شاء الله. ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك كل تغطياتنا اول باول. ويلا بينا على التفاصيل بالكامل. اول محور معانا خوسيه ريفيرو يقترب من الاهلي وطاقمه الفني. أكد الصحفي الجنوب أفريقي أوستن دييتو المراسل الموثوق لموقع جول إن النادي الأهلي اقترب جدا من التعاقد مع المدرب الأسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لأورلاندو بايرتس. الراجل هيخوض آخر مباراته أو آخر مباراة ليه مع بايرتس يوم الثلاث، وبعدها هيكون فاضي لتوقيع العقود الرسمية مع القلعة الحمراء. الطاقم المعاون المتوقع لريفيرو هيكون كالآتي: ماركوس أباد مدرب حراس مرمى سابق في نادي فالنسيا. سيرجيو المينيارا مدرب منتخب فنلندا الحالي. كارلوس نودار باز مدرب الأحمال في أورلاندو بايرتس. الطاقم ده اشتغل مع ريفيرو قبل كده، وده بيدي مؤشر ان المدير الفني الجديد عايز يخلق بيئة متكاملة يعرفها كويس، وده شيء مهم جدا لنجاحه مع الأهلي. وتاني محور معانا صفقة زيزو، زلزال في الكرة المصرية. الخبر اللي مكسر الدنيا حاليا هو قرب انتقال أحمد سيد زيزو نجم الزمالك إلى الأهلي. المصادر بتأكد إن اللاعب خضع للفحوصات طبية دقيقة خارج أسوار الأهلي، والجهاز الطبي بيجهز له برنامج تأهيلي خاص استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية. الصفقة بتتم بسرعة تامة ومش هيتقال عنها أي حاجة رسميا إلا بعد حسم كل التفاصيل، بس كل المؤشرات بتأكد إن الصفقة خلصت بنسبة كبيرة. المحور الثالث أول قرار حاسم من ريفيرو، مستقبل الجبهة اليسرى مع ريفيرو. خوسيه ريفيرو قبل حتى ما يبدأ رسميا بدأ بدرس أوضاع الفريق وخاصة مركز الظهير الأيسر. فيها علامة استفهام حول استمرار المغربي يحيى عطية الله اللي عقده هينتهي قبل المونديال، وفيه أسماء محلية تحت المجهر زي محمد شكري من سيراميكا، ومحمد حمدي ظهير بيراميدز، وتوفيق محمد من بتروجيت. والكلام بيقول ان فيه نية لتغيير شامل في الجبهة دي، خصوصا مع تراجع الاعتماد على علي معلول في الفترة الأخيرة. المحور الرابع 6 أسماء على أعتاب الرحيل من الأهلي. الثورة بدأت ومش كل اللعيبة اللي شاركت في إنجازات السنين اللي فاتت هتكمل. قائمة الراحلين المحتملين فيها نجوم تقيلة جدا: 1. حسين الشحات. 2. محمد مجدي قفشة. 3. عمرو السولية. 4. كريم ندفد. 5. أكرم توفيق ورامي ربيعة. كل دول محتمل كبير جدا
ان هم على اعتاب الرحيل من النادي الاهلي. دي مرحلة جديدة، والادارة والمدير الفني الجديد واضح ان عندهم رؤية بتعتمد على تجديد الدماء واعادة بناء الفريق. المحور الخامس ودي مهم جدا، صفقات الاهلي الجديدة صفقة ورا صفقة. الاهلي شغال على صفقات كبيرة جدا واللي تم الاعلان عنها او شبه رسمي. 1 احمد سيد زيزو من الزمالك. 2 محمود حسن تريزيجيه ترابزون. محمد علي بن رمضان وده جاي من الترجي. وحمدي فتحي العودة تاني لمكانه. ومحمد سيحة حارس مرمى، وده اكيد جدا جدا ان هو خلاص مضى في الاهلي، بقى اهلاوي 100%. ياسين مرعي مدافع صاعد. صفقات دي ممكن تغير شكل الاهلي تماما في الموسم الجديد وتخليه يسيطر محليا وقاريا. المحور السادس اللي هنتكلم عنه نظرة تحليلية لمستقبل الاهلي. ولو كل الكلام ده تم فعلا فاحنا قدام موسم ناري بامتياز. مدرب جديد باسلوب اوروبي حديث، طاقم فني فهمه وبيشتغل معاه من سنين، صفقات قوية جدا وثورة تجديد شاملة. لكن التحديات كبيرة برضو، واهمها الانسجام بين الصفقات الجديدة والناس القديمة، ضغط مباريات كاس العالم للأندية، منافسة قوية محلية من بيراميدز والزمالك مع الأهلي. دي كانت كل التفاصيل الحصرية اللي تخص الأهلي في الساعات الأخيرة. اكتبوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في ريفيرو كمدرب، وتتمنوا مين يكون الظهير الأيسر الجديد، مين من اللاعيبة يستحق فرصة تانية، ومين خلاص لازم يمشي. وما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشارك الحلقة مع أصحابك الأهلوية، واشترك لو لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان توصلك كل حلقاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى جنزوري من قناتكم إن سبورتس من قلب الحدث دائما. انتظرونا في الفيديو القادم.